السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد فيجا الغزمكي. اللهم صل وسلم وبارك وزع سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيديو جديد. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ادعوا لإخواتنا ربنا ينصرهم إن شاء الله. أهم حاجة يا جماعة، أهم من الكورة، أهم من كل حاجة، أهم من الكلام ده كله ديننا وحياتنا. ربنا يهدينا ويبعد عنا كل حاجة تبعدنا عن ربنا يا رب. صلي وسلم وبارك وزع سيدنا محمد. حبيبي يا رسول الله. ادعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم وان شاء الله خير الايام الجايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيديو جديد بعنوان الزمالك والجونه تعادل بطعم الخساره. طبعا يا جماعه انا يعني لا اخفيكم سرا ان انا ده اختياراتي ومش طايق نفسي، بس انا مش عايز اتعصب النهارده. عايز اتكلم كلمتين كده بعقلانيه. بص يا جماعه، انت كسبان مفروض 1-0. جيب بقى التاني، امن نفسك احتياطي عشان لا قدر الله لو بلعت في اي لحظه وهم عمالين يجيبوا كور في العرض وهم ماسكين الماتش عنك وانت ما جيتش النهارده وما تزعلش مني. الراجل اصلا قاعد هو واللعيبه بتاعته قاعدين مركزين في ماتش الاهلي، اللي هيحتفل ازاي واللي هيجيب جون هيعمل ايه للجمهور. ويا جماعه، يا جماعه هو ايه ده يا جماعه؟ وهو النهارده اصلا اداؤه زي الطين، اداؤه زي الطين، ولاعيبته عماله تتدلع. طب ما تسترجل انت بقى، استرجل انت واكسب. فدي نقطة. النقطة التانية، مدرب الجبان معلش يعني، اللي اللعيبة جنبه عمالة تاخد الكروت واللعيبة بتتصاب ومش راضي يدخل حد. النهارده دونجا ما دخلوش الا لما اتصاب. حسام عبد المجيد خايف ياخد كارت اصفر كمان لا يطرد. عبد الله السعيد هيغيب يعني انت ما واحد زي عبد الله السعيد ده يغيب الماتش الجاي بتاعك؟ يعني انا ما اعرفش انت بتعمل ايه. واحد زي دونجا ده ممكن ما تلاقيش بيلعب. ده كله يا جماعه، ما انت فرقتك متصابه وتعبان. حسام عبد المجيد خايف يخش على اي حد عشان خاطر ما ياخدش كارت احمر. فين بقى يا جماعه؟ انت مدرب يعني اقول لك ايه بس؟ خايف من ايه يا عم؟ بتلعب زي الرجاله كده. ومين شيكو بيتزا اللي انت منزله في الاخر ده؟ انا ما اعرفش ايه ده. وانا ما اعرفش الفرقه كانت ماشيه كويس. حاجات ليه في امها. وجماعه بقى اللي بيطلع يقول لك البرازيلي، مش البرازيل ايه يا عم؟ البرازيلي هو اللي شايل الفرقه. خوان الفينا هو اللي شايل الفرقه. واللي يقولوا غير كده ما بيفهمش في الكوره. ده اللي بنتكلم فيه بس. الماتش الجاي ماتش مهم جدا، لازم تكسب. لازم تكسب حياه او موت، لازم عشان تاخد الدوري السنه دي لو انت عايز تاخد الدوري. لو الفرقه دي عايز تعمل حاجه كويسه هتضيع مجهودك كله عشان خاطر ماتشين، وهو في الاخر هيكسبك ويركب الدوري عشان خاطر ماتشك. لا يا جماعه، ننزل ندوس جامد، ننزل نجز، ننزل نكسب على الاهلي يا جماعه. مفيش مفر. وهنعمل حلقه قبل ماتش الاهلي ان شاء الله. مفيش مفر يا جماعه للفوز على الاهلي النهارده. ده سيء، انت ما جيتش النهارده، وده يتدبغ بس هو نجم الماتش من وجهه نظري. غير كده الفرقه ما جاتش كلها الصراحه. بس انا ما اعرفش اقول ايه. أه... معالي كان كويس شويه الشوط الاولاني، دخلته برضو. دي كلها نقط انا ما اعرفش استفهام يعني. ربنا يسترها بقى في اللي جاي. عندك ماتش مهم جدا، ربنا يوفق. ركز في اللي جاي. اللعيبه كلها تركز وتقفل بقى على نفسها. اسبوع كامل اهو عندك قبل الماتش، استفاد منه. استفاد منه عشان خاطر مبقاش في وقت للدلع الصراحه. كل لعيبه تركز. محمد صبحي يركز اكتر شويه معلش. عمر جابر شد حيلك. فتوح شد حيلك. كل اللعيبه تشد حيلها. عايزين نكسب الماتش الجاي يا جماعه. عايزين نكسب الماتش الجاي عشان مفيش امل. الماتش الجاي ده حياه وموت للبطوله كلها. ربنا يسترها. ادعوا لاخواتنا وربنا يستر في اللي جاي ان شاء الله. وربنا يستر علينا بقى ان شاء الله. وباذن الله هنعمل حلقه قبل الماتش الاهلي ان شاء الله. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. وربنا يستر ان شاء الله. اشتركوا في القناه عشان نشترك اكتر واكتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.